السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضر واحد العصير طبيعي بالخضر، خضر متنوعه وايضا كيجي منعش ولذيذ. تبعوا معايا حتى الاخير باش تستافدوا اكثر. اذا في الكوكوطه غادي نحط الجزر كما كتشوفوا، والباربه، يعني الكميه اللي بغينا كنديروها. هنا ما كنديروش يعني مقدار محدد ولا بالمقادير، كنديروا الكميه اللي بغينا سواء من الجزر او من الباربه وحتى البطاطس. انا هنا درت 3 صغار. بالنسبه لهاد الخضره ما قشرتهاش كما كتشوفوا، خليت ليها القشور ديالها، ما قشرتش ايضا خيزو والبطاطا. دابا غادي نضيف الماء، غنضيف نصف لتر ديال الماء. ما غاديش نكثر الماء باش تبقى لينا الخضره في سميتو، تبقى لينا الفوائد ديال الخضره. داكشي علاش غنديروا نصف لتر ديال الماء كافيه طيب لينا هاد الخضر. والان غنسدو عليها، نسد عليها 20 دقيقه، نطيبها 20 دقيقه ونرجعوا. الان هنايا في الوقيته فاش كنتسناو الخضره طيب، عندنا 2 ليمونات ونصف حامضه غنقطعوهم قطع صغيره كما كتشوفوا. هاد الليمون هاد البرتقال حطيته في المجمد كتجمد. انا غنقطعو على قطع صغيره كنحطو هاد الليمون يتجمد ليله كامله او ساعتين. بهاد الطريقه كنحاولوا نزولوا ليه الزريعه. اذا نكمل انا نقطع هاد الليمون هاد الحامض ونعصرو وغادي نطحنو. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، كل واحد غيدير يعني القياس اللي بغا السكر. ونضيف الماء اذا المركز ديالنا ها هو وجد، اللي غنخلطو مع الخضر. كما كتشوفوا طحنته مزيان، ولكن باقي غنصفيه وغنصفيه بشي صفايه اللي غيكونوا عيونها كبار بحال هادي. بسم الله. ينزل لينا هذا الخليط كله، نبقى غير غاد الضغط. وكنحصلوا على هذا المركز على هذا الشكل. وبالنسبه للخضر ديالنا طابت حتى هي كما كتشوفوا.
انا غنحيد نزول ليها القشر ديالها، نقشرها باش نطحنها. وكما كتشوفوا بالنسبه للماء حاولنا اننا ما نطيبوش بالماء كتير. كما شفتوا الكميه ديال الماء اللي بقات يعني قليله، عرفتوا واش بانت لكم. باش كما قلت لكم تبقى لينا الخضر، تبقى لينا الفوائد ديال الخضر بهذه الطريقه. وبالنسبه القشر ديال الخضر ما غاديش نقشر خيزو، غنقشر فقط البطاطس والبربه. في نفس الكاس اللي عصرت فيه الليمون والحامض غندير فيه، غنقطع فيه الخضره، الجزر، البطاطا والبربه. غنضيف الماء والسكر على حسب الذوق وغنطحن هاد الخضر. وهنا كما كتشوفوا هاد اللون الجميل اللي عطانا. وإلا بغيتو تحصلوا على هاد اللون كديروا بالنسبه للبربه كديروا وحده صغيره، والجزر جوج جزرات، والبطاطا نتوما كما شفتوا معايا درت 3. اذا كما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. وكنضيفوا العصير الاول اللي كنت حطيته في المجمد حتى برد. وبالنسبه لهذا العصير كنضيفوا الماء حتى تكون عندنا يعني تنحصلوا على الخطوره اللي بغينا، يا اما كنخليو على هذا الشكل او كنضيفوا الماء. اذا العصير ديالنا موجود كما كتشوفوا بكميات كثيره. نتمنى ينال اعجابكم، وإلا عجبكم الفيديو تشجعوني باللايكات ديالكم والمشاركه في القناه للاستمراريه ان شاء الله.